الاسم خديجة من مدينة أكادير. أنا كنت مزوجة واحد السيد أردني بريطاني الجنسية. تزوجنا هنايا في المغرب في محكمة تارودانت فاش درنا العقد الزواج ديالنا، ومن بعد فاش تزوجنا مشيت معاه الأردن، عشت معاه في الأردن 3 سنين، ومن بعد عشت معاه في ماليزيا عامين. المهم في الاردن كانوا بيناتنا بزاف ديال المشاكل، كان عائلته كانت ما متقبلانيش من البدايه، كانوا ديما كيقولوا لي كينادوني باسماء خايبه، يا مغربيه ويا هادي ويا هادي. المهم ما تقبلونيش عائلته من البدايه، ما تقبلونيش عائلته. خوتو كانوا في جنبي وكانوا في صفي، لكن الاخوات والام ديالو كانوا ضدي كوني مغربيه، كانوا كينادوا عليا مغربيه. المهم انا عشت معاه 3 سنين في الاردن، عشت معاه في العذاب والقهره، وصبرت وتحديت داك الغربه وتحديت داكشي كامل على قبل ديك الساعه فاش كنت حامله بنتي. كنقول دابا يتحسن الوضعيه ديالو، دابا يولي يحترمني مني نولد. بالعكس فاش ولدت يلاه زاد ولا كيعاملني خايب، ولا كيعاملني بحال شي خدامه، ولا كيصيفطني عند امو نسيق ليها ونصبر ليها ونطيب ليها وندير ليها كلشي. الا ما درت هادشي ولا كيعاملني خايب، كيقول لي اسكتي يا مغربيه. فاش ولدت ولا كيتعاملني معايا اكثر من البدايه خايب، ولا كيشرب بزاف وكيتحشش وداكشي. ومني كنقول ليه شي حاجه كيقول لي خلي البنت وخرجي سيري للمغرب عند عائلتك. كنت كنقول ليه انا ما نقدر نمشي للمغرب ونخلي بنتي، كيقول لي ايوا صافي غادي تصبري للذل والقهر حتى على قبل بنتك. صبرت وتحملت، وكنت معاه رجوله، وكنت معاه بنت ناس محترمه، وكنت كنحترمه، وما كيخلينيش نخرج، ما دايرش ليا التليفون، ما كيخلينيش نخرج، ما كيخلينيش نهضر مع عائلتي في الاعياد. مره في الاعياد فاش كنطلبو كيعطيني التليفون، كيوقف عليا بحال الشرطي. كنهضر مع عائلتي كيدخل التليفون لجيبو، في الدار ما كاينش التليفون، كان كيضربني وما كانش كيعاملني زوين، كنديرني بحال خدامه في الدار. ورغم ذلك انا كنت صابره وكنت ساكته على قبل بنتي. المهم فاش كبرات بنتي ولات كبيره شويه، مشى خرج ليها جواز السفر جواز السفر البريطاني، خرجوا لبنتي وخباه، ما قالش لي والو. انا اوراقي كلها عنده، كون زوجي انا كنثيق فيه. حنا اهلنا ربونا على مني تزوجي الراجل خاصك تحترميه وتقدريه ويكون هو كل شيء بالنسبه لك. المهم انا اوراقي كلهم كانوا عنده، اقامتي وجواز السفر ديالي المغربي وكل شيء كانوا عند جوزي. انا كنثيق فيه، يعني كنت حاطه فيه ثقه يعني. ولما كبرت بنتي شويه هو ديجا طلع عليها جواز السفر، خرج ليها جواز السفر ديالها. وقال لي واحد النهار جاب لي واحد الورقه، قال لي واحد الورقه مكتوبه بالانجليزيه كونه بريطاني الجنسيه. قال لي غادي توقعي على هذه الورقه. قلت ليه ديالاش؟ قال لي انا ديك الساعه فاش كنت في المغرب كنت كنقرا، خرجني من المدرسه، كنت كنقرا في ثانويه ايتي عزه، كنت كنقرا، خرجت من المدرسه وجيت معاه، تزوجت معاه وجيت معاه للاردن. كنت ديك الساعه ظريفه، يعني واحد الانسانه بريئه. الا قال لي اي حاجه عيوني كنعطيهم ليه، حيت راجلي وشريك حياتي. المهم جاب لي واحد الورقه، قال لي وقعيها، وكانت الورقه مكتوبه باللغه الانجليزيه، انا ما فهمت ولا حاجه. قال لي وقعيها. ومن بعد فاش وقعت ديك الورقه قلت ليه ديالاش؟ قال لي راه هذه الا ما وقعتيش لي هذه الورقه راه ما غاديش يطلعوا لي جواز السفر ديال جانيت. قال لي راه غادي يعطلوا لي جواز السفر ديال جانيت في السفاره، وخاصك توقعي هذه الورقه باش يولي عندها جواز السفر. قلت لي اوكي. انا وقعت الورقه من هون، مرت 4 ايام مرت على ذاك المشكل. طلعت لعند عائلته كتقول لي اختو مبروك راه جواز السفر ديال جانيت خرج. قلت لها كيفاش جواز السفر؟ يلاه با كيطلع عليها الاوراق. قالت لي لا راه ديجا خرج ليها، راه شهر دابا باش خرج. جيت لعنده قلت ليه كيفاش انت مخرج للبنت جواز السفر وجايب لي الورقه؟ قال لي تعرفي هذيك الورقه ديالاش؟ قلت ليه ديالاش هذيك؟ قال لي تنازل عن الحضانه عن جانيت. قلت له ليش سويت معاك؟ المهم هو انت ما عرفتيش بلي ديك الورقه لا ما فراسيش بلي انا غتنازل على بنتي. المهم انا ثقت فيه، ثقت في راجلي بزاف، حيت حنا علمونا والدينا ملي تزوجي الراجل غتحترميه، اللي قالها لك غديريها. المهم انا وليت كنناقش معاه في الاردن، كيقول لي الا ما مرتاحاش ضربي الباب. كنقول له وبنتي؟ كيقول لي بنتك انت تنازلتي انا قانونيا، انت تنازلتي انا. هو وقعني على ورقه بلا ما نعرف انا، وديما كان كيهددني في الاردن، كان مخبي المسدس في الجارور، كان كيقول لي غتسكتي ولا غنقتلك وغنتهمك
بالفردي بالفردي. كان كيقول لي غادي نقتلك، راه عندي مسدس غادي نقتلك وغادي نشرب عليك فنجان قهوه. كان كيقول لي غادي نقتلك وراح نشرب عليك فنجان قهوه. انا بقيت صابره وساكته، ديما كيهددني كيقول لي لا غتخرجي للمغرب غتخرجي بحوايجك اللي لابسه، بنتك غتخليها انت ديجا تنازلتي على بنتك. ما عليناش، احنا عشنا في الاردن. من بعد انا ولي صابره صافي بحال شي خدامه في الدار، كنت خايفه نفقد بنتي ويبعدني على بنتي. المهم مشينا لماليزيا، هو على اساس بغى يقرا في ماليزيا، مشى كيقرا الترجمه في جامعه يوتارا في ماليزيا. المهم في ماليزيا عشنا عامين في ماليزيا. المهم ديما مشاكل وديما كيهددني كيقول لي غادي تمشي غادي تصبري ولا غادي تمشي في حالك وغندي البنت. قلت لي اوكي ما عليناش. انا صبرت مع داك السيد، صبرت معاه بزاف، ولكن فاش كنا في ماليزيا كان كيعاملني خايب صراحه. واحد شويه كمل هو عامين ديال الدراسه في ماليزيا كملها وسميتو، وقلت ليه شوف قال لي غادي تهبطي للاردن، غادي تمشي انت وجانيه الاردن. قلت ليه لا اسمح لي انا الاردن ما مشيتش ليها باقي. قال لي غادي ندي البنت لبريطانيا وغادي نقاد لها الاوراق وغادي نجيبك من بعد. قلت له اوكي. ديك الساعه راجلي كانت موقفه لي البطاقه ديال البنكيه ديالو، انا كانوا عندي الفلوس في المغرب في حسابي. قال لي غادي تمشي للمغرب وغادي تحجزي لي بطاقه من ماليزيا لبريطانيا، وانا كنوعدك وعد شرف، يعني وعدني وعد شرف. قال لي كنوعدك وعد شرف غير نوصل لبريطانيا ونخدم ونستقر وندخل البنت للمدرسه وداك الشيء، غادي نجيبك لعند بنتك حتى لبريطانيا، سينو الا ما قدرتش نجيبك لبريطانيا غادي نتلاقاو في شي دوله اخرى. قلت لي اوكي. انا ثقت في الانسان، جيت للمغرب، مشيت لاجونس في انزكان، حجزت ليه بطاقه من ماليزيا لجانيت وليه من ماليزيا لبريطانيا. مني وصل هو بريطانيا جلس جوج، كنهضر مع بنتي السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، من بعد ولا كيحيد التليفون للبنت وكيغوت وكيحيد ليها التليفون وكيقطع عليها. من بعد كنقول ليه علاش كدير معايا هكذا، انا باغيه نشوف بنتي. قال لي الا باغيه تشوفي بنتك هبطي للاردن. قلت ليه شوف انا في حياتي ما غادي نهبط للاردن. قلت ليه غادي تجيب لي بنتي للمغرب نشوفها، سينو غديني لبريطانيا غنشوف بنتي. قال لي ما كايناش. المهم مشى قطع الاتصال، مشى دخل الفيسبوك، دار الاكونت بريفي، ودخل الانستغرام دار الاكونت بريفي، ومشى دخل الواتساب بلوكا النمره حيدها، شونجا كلشي سمعتي. وسميتو بنتك تقريبا شحال من عام يكون عندها دابا غتكون عندها 7 سنين. بنتي انا خليتها باقي صغيره، ولكن كانت كتهضر، كانت كتقول لي ماما وحبيبتي وداك الشيء. المهم البنت كانت كتوصل الفكره. انا سميتو بغيت نعرف حاجه وحده دابا، اشنو كيقول لهاد البنت، واش انا امها واش امك تخلات عليك ولا امك ماتت ولا اشنو كيقول. انا خوتو وعدوني قالوا لي كنهضر مع خوتو كنسولو كنقول لهم واش ما شفتوش سمير واش ما عرفتوش فين كاين. كيقول لي لا ما عرفناش. ورغم ذلك انا اكتشفت بلي خوتو كاملين عارفين بلي هو كينزل الاردن وكيجي كيعيد مع عائلته في الاردن وكيرجع لبريطانيا، والاخبار كتوصلني حتى لعندي. عندي مصادر في الاردن كيقولوا لي راجلك راه كاين في دارو وخوتو كيكذبوا عليه، خوتو كيجيو من جهته كيدافعوا عليه، حيت كلهم اصلا كلهم ظالمين، كلهم كيظلموا. بالنسبه للاردنيين المراه خصها تجلس في الكوزينه وما عندهاش الحق تهضر. سمعتي المغرب حنايا عندنا الحريه. سمعتي في الاردن كنبغي نهضر على حقي كيقول لي سكتي انت كيقول لي هو سكتي انت، انا زوجك انا مسؤول عنك، انت خاصك كيقول لي انت خاصك تسكتي، انت مكانك المطبخ فقط. ما كيحترموش المراه. وفاش كتقول لي كيقول لك صافي يا مغربيه روحي يا مغربيه تعالي يا مغربيه. المهم السيد عشت معاه القهره. المهم انا دابا بغيت نتواصل مع بنتي. انا ما كنتي جمعيات ولا بالنسبه للجمعيات انا بغيت نهضر. بالنسبه للجمعيات في المغرب ما كاينينش جمعيات، ما كاينينش. مشيت للسفاره البريطانيه، مشيت للسفاره الاردنيه في الاردن، تلاقيت مع السفير الاردني، وقفت معاه هضرت معاه، قلت لي مشيت عنده منهاره كنبكي. في البدايه انا دابا راه 4 سنين، في البدايه راه كنت محطمه، كنت مريضه نفسيا، ما كنهضرش مع حد. انفو كيجبد لي شي واحد موضوع بنتي كنت كنهار كنبكي في البلاصه. سمعتي مشيت للسفاره الاردنيه، شفت السفير الاردني قال لي اعطيني عقد زواج، عطيته عقد زواج. مني شاف في العقد الزواج ديالي قال لي انت تزوجتي زوجك عن طريق السفاره البريطانيه. قلت له قال لي سيري للسفاره البريطانيه. اوكي هزيت راسي ومشيت للسفاره البريطانيه، هضروا معايا من الزاج، قالوا لي طاطا. قلت لي نعم. قلت لي خويا هكذا وهكذا، راه صيفطوني من السفاره الاردنيه، قال لي غادي تمشي غادي تاخذي موعد عاد غتجي عندنا. اوكي ماشي مشكل. مشيت شفت واحد الجمعيه حقوقيه في الرباط بدون ذكر الاسماء،
شفت واحد الجمعيه حقوقيه في الرباط، قلت لهم مشيت كنبكي وحالتي حاله، كنت منهاره، كنت نفسيا دابا 4 سنين انا تحسنت شويه نفسيا، اوكي عيانه نفسيا ومريضه نفسيا، ولكن دابا وليت كنتقوى، وليت كنولي قويه على قبل بنتي فقط. قالت لي مشيت لديك الجمعيه، قالت لي اشنو اعطيني شي وثيقه، انا ما عنديش وثائق نهائيا، واش عندي شي وثائق على بنتي؟ راجلي خدا لي جميع الوثائق، قلت لها ما عنديش حتى وثائق، ولكن عندي ديك ديال جواز السفر ديالو، حيت انا حجزت ليه، عندي النسخه ديال جواز السفر ديال بنتي وديالو. قالت لي لا هادشي ما ينفعناش، راه خاصك تجيبي الوراق ديال بنتك وطاطا، وقالوا لي راه شحال من واحد وقع عليه هكذا وطاطا، المهم ما عاملونيش زوين نهائيا، ما تسوقوش ليا، اصلا كنت كنبكي كنتمرغض، ما تسوقوش ليا بحال شي حشره، ما تسوقوش ليا نهائيا، داروا بحال ما شافونيش. ما عليناش، جيت للجمعيه في اكادير، وكذلك ربنا خلقتنا. نعم اشنو طاطا، لا حتى تجي عند المسؤوله، جيت عند المسؤوله بعض المرات ما لقيتهاش، شي كيصيفطني لشي كيلعبوا بيا الكره.